ايه ده 2050 يا نهار ابيض اهو. لا وكمان اهو، ده اوحش زيت في الدنيا يا جماعه، اوحش زيت في الدنيا. طيب وايه كمان؟ خلينا نشوف كده. يا نهار ابيض، يعمل رواسب، هيعمل رواسب داخل المحرك، يا دي المصيبه. زيت معدني ومش موجود في اي كتالوج، احلف. 2050 لا طبعا ده اكيد، اكيد فوتوشوب. مش واحد كمان؟ ايه ده؟ ده يا فوتوشوب يا سحر وشعوذه. لا لا، انت صح. تقيل على الموتور وهيسد مجاري الزيت. لا لا، كده كتير بقى، كده كتير انت. بس خلاص كفايه كده بقى، كفايه كده، ما انا صبرت عليك كتير صراحه. خلاص هنهدى بقى دلوقتي خالص وناخدهم واحده واحده ونرد عليهم. اول حاجه زيت 2050 زيت معدني ومش موجود في اي كتالوج. فيما يخص حته زيت معدني، انا هرد عليك بثلاث انواع بس. النوع الاولاني هو امس اويل. امس اويل عنده زيت 2050 تخليقي واخد اعلى تصنيف اس بي. هشرح لك التصنيفات دلوقتي ايه، علشان الناس هتقول لك الموضوع مش تخليقي ونص تخليقي بس، لا ده تصنيف واخد اعلى تصنيف في الدنيا. خلاص. طيب مين كمان؟ عندك كيكس 2050 نص تخليقي وتصنيفه اس ام بلس، تصنيفه مركز قبل الاخير زي ما هشرح لك برضو. طب مين كمان؟ ايسن نص تخليقي وتصنيفه اعلى من اعلى التصنيفات اس ام بلس. طب نشوف موضوع التصنيف دوت علشان ايه، علشان نبقى احنا متاكدين او نبقى فاهمين يعني الموضوع عامل ازاي. التصنيفات ببساطه، لو اس ال يبقى مركز خامس، اس ام رابع، اس ان مركز ثالث، اس ام بلس مركز اول. خلاص، اس ام بلس مركز ثاني، اس بي مركز اول. طب حلو قوي. خلينا نشوف كده. امس اويل واخد مركز اول، اعلى من بعض الزيوت التخليقيه 35 و45. يعني خلينا اقول لك مثلا ان امس اويل 2050 تصنيفه اعلى من كاسترول ايدج 5 دبليو 30 او 5 دبليو 40. تصنيفه اعلى من زيت توتال ال 35 وال 45. ده يعني مثال وليس الحصر. وتصنيف امس اويل ال 2050 وهو وايسن وكيكس ال 2050 اعلى من اغلب الزيوت التخليقيه بالكامل اللي هي 35 و 45. فانا بس، وطبعا انا مش عاوز بقى حد يدخل في التعليقات يقعد يقول كلام ملوش لازمه. ادخل اتاكد من اللي انا بقوله، شوف الكلام اللي انا بقوله صح ولا مش صح. طبعا مش معنى كده ان مفيش زيوت 35 او 45 تخليقيه بالكامل تصنيفها برضو اس بي، لا طبعا. عندك شيل هيليكس الترا، عندك موبيل 1، لا طبعا في امثله كتير. وعندنا برضو زيوت تخليقيه كتير تصنيفها اس ام بلس. ولكن انا بديك مثال ان زيوت ال 2050 في منها نص تخليقي رقم واحد، رقم اتنين في منها زيوت تصنيفها عالي جدا. فده اول جزئيه. الجزئيه الثانيه من الكلام بيقول لك مش موجود في اي كتالوج. انا بقى فاضل يعني هخرم عين الناس دي والله بالكتالوجات. يعني انا مش متصور ان في حد معتقد نفسه بيفهم اكتر من اللي مصنع العربيه. ده مثلا الكتالوج بتاع العربيه دي، خلاص ال 2050 قدام عينك اهو. يعني انا والله ما عارف اعمل ايه. ده كتالوج الالنترا ال 2050 موجود قدامك اهو. وعاوز اقول لك ان انا لو اقرا لك بعض الحاجات اللي موجوده في كتالوج الالنترا هتزعل جامد، والله هتزعلوا جامد. تؤثر لزوجة الزيت المحرك على توفير استهلاك الوقود والتشغيل في الاجواء البارده، حيث من شان للزوجه المخافضه لزيت المحرك كذا 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 كذا. على اي حال، تعالى بقى من اول ايه، على اي حاله، عشان الحته دي مهمه. على اي حال ايه بقى؟ فان اللزوجه العاليه لزيت المحرك مطلوبه لعمليه تشحيم جيده في الاجواء الحاره. يعني الزيت ال 2050 في الاجواء الحاره يا جدعان، مش غلط، مش غلط. خلاص. طيب يؤدي استخدام زيوت باي لزوجه مختلفه عن تلك الموصى باستخدامها الى تلف المحرك. يبقى انت ايه اخرك يا جماعه؟ استخدم من مين؟ من الجدول. طيب بعض الناس يقول لك ده الكتالوج موصي بال 25، هل ده حقيقي؟ طب ما نيجي نشوف كده ايه ليه على ال 25. من اجل توفير افضل للوقود يوصى باستخدام زيت محرك 25. خلاص. وطبعا قايل لك الايه التصنيفات بتاعتها، ما يكونش يكون اس ال او اس ام او اعلى، بس ما يكونش اقل من اس ال. طيب اذا لم يكن زيت المحرك متوفرا في بلدك، حدد نوع الزيت المناسب من الجدول. في الشرق الاوسط لا تستخدم 25. شفت بقى المشكله ازاي؟ الناس اللي بتطلع يقول لك الكتالوج قايل 5 مش عارف 20 0 دبليو 20، وهو الكتالوج ما بيقولش كده اصلا، ده بيقول لك ما تستخدمش 25. فالناس دي ما بترجعش الكتالوج، الناس دي بتالف من دماغها. كل كتالوج عربيه ليه مواصفات مختلفه عن الثانيه. طيب يبقى ده كده احنا خلصنا ايه اول ورقه والحمد لله. خلينا نشوف الادعاء الثاني. طيب هيعمل رواسب داخل المحرك. امتى الزيت يعمل رواسب؟ اولا في عربيات كتير ماشيه بزيوت تخليقيه وعندها رواسب فظيعه في المحرك لسببين. السبب الاولاني ان هو بيستخدم الزيت اكتر من عدد الكيلومتر المسموح. يعني مثلا الزيت المفروض 10000، تطلع شركه زي كاسترول يقول لك الزيت بتاعنا لحد 15000. طبعا الكلام ده انا مش معاه اطلاقا، بالذات في دوله زي مصر ان احنا عندنا الدنيا زحمه.
فبتقف في اشارات كتير، فال 15000 يبقوا مقام 20000، فاخرك 10000 يبقى 10000. يبقى دي اول حاجه. فسواء استخدمت معدني او تخليقي ومشيت بيه عدد كيلومتر اكتر هيعمل رواسب. وشفنا عربيات ماشيه بزيوت تخليقيه فيها رواسب، وشفنا عربيات قبل كده ماشيه بزيوت معدنيه وما كانش فيها رواسب. ورجاء الناس اللي جربت الزيوت المعدنيه وما كانش عندها رواسب يدخلوا في التعليقات ويقولوا تجاربهم، خلاص، علشان في ناس كتيره قوي يقول لك لا ده بيعمل رواسب. فلو انت استخدمت الزيت غلط هو ده اللي بيعمل رواسب. طيب الحاجه الثانيه، انت لو استخدمت الزيت بشكل يتعارض مع الكتالوج. يعني ايه يتعارض مع الكتالوج؟ على سبيل المثال زيت 2050 استخدمته في دوله زي روسيا بدون ما تراعي المدى الحراري. يعني ايه؟ يعني هنا ال 2050 بيقول لك يستخدم لحد -5 تحت الصفر. رحت استخدمته في دوله درجه حراره بتوصل فيها 20 تحت الصفر، هنا هيعمل رواسب طبعا، لان انت الموتور مش رواسب، ده هيعمل لك رائج داخل الموتور، لان الموتور هياكل بعضه. فما ينفعش تستخدم ال 2050 على سبيل المثال او اي زيت ثاني الا بمراعاه مين؟ مراعاه المدى الحراري للدوله اللي العربيه شغاله فيها. طيب وايه كمان؟ او لو استخدمت زيت 5W20 في دوله من دول الشرق الاوسط. ليه؟ الزيت ده خفيف جدا، الزيت ده خفيف جدا، فمع الحراره العاليه او لو انت دوست على العربيه شويه الموتور هيبتدي برضه ياكل نفسه، ومن هنا الزيت هيتحرق لانه مش هيتحمل الايه؟ مش هيتحمل درجه حراره 50 درجه سيليزيوس مثلا في الصيف. وكتالوج العربيه قايل لك ما تستخدموش في دول الشرق الاوسط. فيطلع واحد بدماغ مربع على الرئيس السعوديين ويقول لك استخدم زيت 5W20، ده هو ده الزيت مطلوب، او 020. يا ريتهم بيقولوا 25، ده بيقول لك ساعات تستخدم 020 بدون ما يرجع للكتالوج. هو عمره ما شاف كتالوج اصلا، بس اسطمبه محفوظه، اسطمبه محفوظه. هقول لكم كمان بيقولوا ايه دلوقتي. فدي الحالات اللي ممكن تعمل رواسب داخل ايه؟ داخل الموتور. طيب تقيل على الموتور وهيسد مجاري الزيت. اسال اول سؤال، هل هو 2050 فعلا مش تقيل؟ لا، هو فعلا زيت تقيل، علشان كده هتلاقيه في اخر الايه؟ الكتالوج. طيب سيبك من هو بقى تقيل، هو فعلا تقيل، هو تقيل. طب هيسد مجاري الزيت؟ لا، مش هيسد مجاري الزيت الا في حاله واحده بس، لو انت عارف اكتر من الكتالوج. لو انت عارف اكتر من الكتالوج، اكتر من الخواجه اللي مصنع العربيه زي ما بيقولوا، فانت ساعتها اقول لك لا، انت فعلا معاك حق، نقطع الكتالوج ونمشي وراك. ما دام موجود في الكتالوج وانت بتراعي المدى الحراري ل 2050 فيستحيل يسد مجاري الزيت. فالكلام ده غلط الا زي ما قلت لك في حاله واحده، لو انت راجل عامل ابحاث وصارف ملايين وبتعرف اكتر من الخواجه، فانت تروح تتمشيه وتقعد انت مكانه. انا رايي تعملوا كده والله وتريحونا من وجع القلب ده. طيب ايه اللي انا برشحه من وجهه نظري؟ ال 2050 هتستخدمه، ما تستخدموش عربيه جديده، ما يفضلش كده. يعني بص هنا الكتالوج بيقول لك الموصى بيه كام؟ بص كده 10-30. 10-30 ده لو بصيت هتلاقيه في نص الكتالوج، لا هو عند اخف زيوت ولا هو عند اتقل زيوت، حاجه كده في النص. ودايما ده اللي انا بوصي بيه. ومفيش مانع انت والعربيه الجديده تستخدم برضه زيوت خفيفه زي ال 35 وال 45، لان زي ما انت شايف في الحاله دي هو مغطي المدى الحراري كله، يعني يصلح للدول الحاره ويصلح للدول اللي بارده. لكن لو افترضنا ان هو بينقص، في مانع انك تستخدم ال 2050 او ال 1040 او ال 1550؟ مفيش مانع اطلاقا ما دام موجود في الكتالوج. يطلع واحد براس مربعه يقول لك ايه؟ بس انت كده هتدمر الموتور. والله انتحر طيب عشان ترتاحوا؟ اعمل ايه طيب؟ ما الكتالوج قدامك اهو. يعني مش لازم تستخدمه والعربيه زيرو، ولكن ممكن تستخدمه لو العربيه ابتدت تنقص زيت، وطبعا بشرط ان انت تكون مراعي المدى الحراري. مش عارف انا قلت كل حاجه ولا لا، لان انا تعبت، الفيديو ده تعبني وظهري تعبني بالوقفه. فعلى الله ان الناس تكون فهمت. وطبعا اكيد انا في حاجات نسيتها، انا بشر وعمري ما هكون افتكرت كل حاجه، وطابع ورق ومكلف ومش عارف اعمل لكم ايه تاني صراحه. فالله المستعان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان شاء الله ان انا اكون وفقت فيه باذن الله. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه.